السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال سعيدة، أبطال الصف الثالث الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ أول درس في الوحدة الأولى جغرافيا لمنهج الترم التاني. الوحدة بتاعتنا بعنوان الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم. الوحدة معانا عبارة عن 4 دروس، بنتكلم عن النشاط الزراعي والرعي والثروة الحيوانية والنشاط الصناعي والنشاط التعديني. أول درس معانا بعنوان النشاط الزراعي وموارده في العالم. الأول إن النشاط الزراعي من أقدم الأنشطة الاقتصادية التي عرفها الإنسان منذ نحو 5000 سنة، فعرف معها الاستقرار والأراضي الخصبة على ضفاف الأنهار. يبقى لما يجي يقول لنا ما النتائج المترتبة على معرفة الزراعة، أدى إلى معرفة الاستقرار في الأراضي الخصبة على ضفاف الأنهار. خلونا الأول نقول أهمية النشاط الزراعي. النشاط الزراعي من أهم الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في العالم، بس أهميته بترجع لثلاث أسباب. أول حاجة لما نقول بما تفسر، يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم لأنه 1. يمثل مصدر رئيسي لغذاء الإنسان، يبقى هو حاجة أساسية للغذاء بتاع الإنسان، بجانب طبعا ان في عندنا اغذية تانية من الاسماك ومن الحيوانات، بس الاساس بتاعنا هو الزراعة. تاني حاجة يرتبط بها تربية الحيوانات. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا الحيوانات اللي احنا بنتغذى عليها، ما هي اصلا بتتغذى على ايه؟ على النشاط الزراعي. رقم 3، يعد مصدر مهم للمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة. يبقى كمان ان في منتجات زراعية بتعتبر مادة خام للعديد من الصناعات، مثل معانا الألياف زي القطن والكتان والجوت، والجوت ده بيتزرع في المناطق الحارة، وكلهم بيدخلوا في صناعة المنسوجات. ومعانا كمان المطاط، وده اللي احنا قلناه في الترم الأول من أهم الأشجار الموجودة في الإقليم الاستوائي. المطاط بيدخل في صناعة إطارات السيارات. خلونا بقى نقول كل نوع من أنواع الزراعة دي والخصائص أو المميزات بتاعتها ومحاصيلها وموجودة فين. 1. الزراعة البسيطة، ودي بيسموها الزراعة البدائية. خصائصها أو مميزاتها بيقول لنا إن هي بيعمل بها عدد قليل من السكان، عدد قليل جدا. طيب كمان بيقول لنا ضيق المساحات المزروعة وتباعدها عن بعضها، يعني المساحات بتاعتها صغيرة أو ضيقة، وكمان متباعدة، يعني كل مكان موجود فيه مكان زراعي متباعد عن بعضه، مش جنب بعضها، الأراضي الزراعية مش جنب بعضها. رقم 3، تستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة، يدوب حاجات بس بتأدي الغرض. رقم 4، بتوفر الاحتياجات الغذائية اللازمة للسكان المحليين دون وجود فائض للتصدير. يعني يا جماعة الزراعة دي هدفها بس ان هي بتوفر كل واحد زارع له مساحة صغيرة من الأرض، يدوب يوفر بيها إنتاج قليل جدا، يدوب يكفي الاستهلاك بتاعه. فبالتالي ما بيبقاش فيه معانا فائض ان احنا نصدره، هو يدوب بيكفي حاجة السكان المحليين. فعشان كده في آخر الصفحة سؤال وبيقول لنا عدم دخول المحاصيل المنتجة عن طريق الزراعة البسيطة في التجارة الدولية. يعني ليه المحاصيل دي ما بتدخلش في التجارة الدولية؟ هنقول لأنها توفر الاحتياجات الغذائية اللازمة للسكان دون وجود فائض للتصدير. أماكن انتشارها، بيقول لنا ان هي بتوجد في مناطق صغيرة زي ما قلنا، وكمان معزولة يعني متباعدة عن بعضها، زي المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية، الأطراف الغابات الاستوائية، وكمان مناطق حشائش السافانا. يبقى هما المكانين موجودين في المناطق الحارة. طبعا المحاصيل بتاعتنا زي الذرة والموز، وفي عندنا محصولين احنا يعتبر احنا العرب ما نسمعش عنهم، بس دول عشان في الأماكن الاستوائية، اسمها الكازافا واليام. 2. الزراعة المتقدمة، واحنا قلنا ان الزراعة المتقدمة نوعين، كثيفة وكمان العلمية. نقول الأول الزراعة الكثيفة ونعرفها بأن هي زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد، يبقى الأرض بتتزرع أكتر من مرة بأكتر من محصول في نفس السنة.
طب ليه؟ هدفها ايه؟ قلنا اشباع حاجة السكان المحليين، عدد السكان كتير فبنضطر ان احنا نزرع الارض اكتر عشان تكفي الحاجة بتاعتهم او الاستهلاك بتاعهم، اللي هي بيقول لنا الاستهلاك المحلي. وعادة ما توجد في المناطق كثيفة السكان، يبقى الزراعة دي بتبقى في الأماكن الكثيفة، عشان كده بنزرعها بشكل مكثف عشان يكفي احتياجات السكان المحليين. طيب خصائصها بيقول لنا ان هي بتتطلب ايدي عاملة وفيرة، بتحتاج ايدي عاملة كتير تشتغل فيها. ليه؟ لما يجي يقول لنا بما تفسر، لانها تتم من خلال عمليات عديدة، يعني بتتم من خلال كذا مرحلة، وكل مرحلة بتحتاج ناس كتير تشتغل فيها، زي بذر الحبوب والري وكمان تنقية الحشائش. رقم 2، كمان بتتم زراعة الأرض أكثر من مرة، زي ما قلنا في التعريف، بأكثر من إيه؟ من محصول. رقم 3، بتتميز بصغر المساحات المزروعة أو صغر مساحات الحقول، مما يؤدي إلى صعوبة استخدام الآلات والماكينات الزراعية، لأن الأراضي بتبقى جنب بعضها، فبالتالي ما بتسمحش إن في آلة زراعية تقدر تدخل في الأرض، فعشان تدخل لازم هتبهدل الأرض اللي جنبها، فما بيعرفوش يستخدموا فيها الآلات الزراعية. فاحنا هنا لما نقول صغر المساحات المزروعة هنقول عليها ما النتائج. تمام؟ يبقى أدى إلى صعوبة استخدام الآلات. ولو عكسناها وقلنا بما تفسر على الإجابة تحت، بما تفسر صعوبة استخدام الآلات، بنقول بسبب صغر مساحات الحقول الزراعية. طيب موجودة فين؟ لا، ده بتبقى موجودة في الأماكن الحارة زي برضو الزراعة البسيطة، وكمان في المناطق الإيه؟ المعتدلة. محاصيلها بيقول لنا إن موجود عندنا القمح والأرز والقطن. نقدر نطبق الكثيفة، الزراعة الكثيفة دي أنا بشوفها إن هي تقريبا الزراعات اللي موجودة عندنا في المناطق الريفية. طيب في سؤال تحت بيقول لنا يصعب استخدام الآلات والماكينة الزراعية الحديثة في مناطق انتشار الزراعة الكثيفة، إيه السبب؟ بيقول لنا السبب قلنا صغر مساحة الإيه؟ صغر المساحات الزراعية. صغر المساحات الزراعية. تاني نوع معانا الزراعة التجارية والعلمية، ودي بتعرف باسم الزراعة الواسعة. طب هدفها الإنتاج التجاري الضخم، اللي هي المزارع بقى، المزارع اللي بتبقى عبارة عن آلاف من الفدادين. هدفها قلنا الإنتاج التجاري الضخم. طب بتتميز في إيه؟ احنا قلنا اللي هناك صغر المساحات، أما دي بيقول لنا عبارة عن مزارع واسعة في نطاقات محددة وبتتخصص في محصول واحد. يبقى الفرق ما بينها وما بين الزراعة الكثيفة إن هناك صغر مساحات الحقول، وبيقول لنا بتتم زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد، أما هنا وبأكثر من محصول. أما هنا مزارع واسعة، وبيقول لنا كمان إن هي بتتخصص في محصول واحد. بتتميز كمان بأحدث الآلات الزراعية بتستخدم فيها، عكس طبعا الزراعة الكثيفة، قلنا صعوبة استخدام الآلات. طب لما نقول ما النتائج المترتبة على استخدام الآلات الزراعية الحديثة، أدى ذلك إلى قلة التكاليف، مفيش فلوس بتتصرف كتير، لأن معظم المصاريف بتبقى على الأيدي العاملة اللي شغالة. فأنا لما استخدم آلة زراعية هتوفر معايا الوقت، هتوفر معايا كمان التكلفة، وهتوفر معايا الإيه؟ العمالة. طيب موجودة فين؟ موجودة في جنوب شرق آسيا، بالذات مزارع المطاط ومزارع الشاي. 2، موجودة في أمريكا الشمالية، بالذات الولايات المتحدة. فيها إيه بقى الولايات المتحدة؟ بتزرع قمح وقطن. أوروبا مناطق زراعة الإيه؟ القمح. يبقى جنوب شرق آسيا مطاط وشاي، أمريكا الشمالية اللي هي الولايات المتحدة قمح وقطن، وأوروبا القمح. المحاصيل بقى هتبقى كل اللي احنا قلناه، مطاط وشاي وقمح وقطن. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. ده هيبقى الجزء الأول من درس الزراعة في العالم، وهنكمل الجزء التاني في فيديو تاني بإذن الله.